السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. الجمال ده بقى، تعالوا نشوف ايه اللي معانا النهاردة. احنا نعمل ايه؟ يعني ممكن نسميه ميني ساندوتش، ممكن نسميه خلية النحل، ممكن نسميه كايزر. يعني سموه زي ما تسموه براحتكم خالص. معايا 4 مجات من الدقيق. نسمي الله الاول. 4 كوبايات من الدقيق. اي كوبايه بقى انت بتعايري بيها مفيش مشكله. حطيت عليهم معلقه كبيرة من التوم البودر والبصل البودر، يعني الاتنين متقلبين على بعض كده معلقة. حطيت عليهم نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. حطيت قلبت كل ده وحطيت عليهم معلقة صغيرة خاص من بتاعة التوابل ملح. اوكي. كل ده خلطته مع بعضه وجبت المج بتاعي، حطيت فيه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر ومليت الكوباية بمية دافية. سبتها لما لقيتها بدأت تخمر، رحت ايه مستخدماها على طول. ضفتها على الدقيق بتاعي. حطيت عليهم 4 معالق من الزيت. تمام، يعني اقل من الربع كوباية، ما كملوش ربع كوباية. هنزل بقى ببقية المية، يعني ال4 كوبايات دول من الدقيق ممكن ياخدوا من كوباية ونص مية لكوبايتين مية على حسب نوع الدقيق، فاحنا بننزل بحبة حبة. حطيت الكوباية الأولانية اللي هي مع الخميرة والسكر، وبعد كده بدأت أضيف المية شوية بشوية. مع ال4 معالق من الزيت حطيتهم على مرتين. بدأت ان انا ايه اجمع الدقيق بتاعي كده. فلما لقيته سنة تلزيق، رحت مديله رشة واحدة بس من الدقيق، رشة واحدة. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي كانت اخر معلقة معايا من الزيت. ضفتها كده في اخر العجين، بتدي نعومة وبتدي كده سلاسة كده للعجين في ايديكي. همسك بقى العجين ده، هو اتلم معايا وتحسيه كده شبه اتعجن، ولكن عشان تاخدي نتيجة حلوة، لقمة هشة وطرية ومخدومة صح، لازم تعجني كويس. لازم تدي العجين حقه، حق العجين او خدمة العجين في الايه فرد واللم، فرد ولم. زي ما احنا شايفين مع بعض، نفرد ونلم. العجينة بتاعتي خلاص بقت ملسة وناعمة وجميلة. اديتها رشة زيت كده، بصوا الكرة صغننة ازاي، مش باينة اصلا في العجينة. غطيها بقى بكيس بلاستيك، وحط عليها او حطها في مكان دافي. وما شاء الله، بصوا بعد ما خمرت، ما شاء الله ما شاء الله. ممكن تحطيها جنب البوتاجاز، يكون البوتاجاز شغال وتحطيها جنبه كده، بحيث ان الاجواء تكون دافيه. هحشيها ايه الحشوه بقى اللي تريحك؟ انا حشيت ابسط حشوه في الدنيا، شويه جبنه اسطنبولي فقط لا غير. الحشوات براحتك خالص. تعملي بقى ميكس جبن على زيتون على فلفل على جبنه موتزاريلا، مفيش مشكله. تعملي لحمه معصجه اوكي، تعملي فراخ معصجه اوكي، تعملي تونه، يا سلام. فالحشوه براحتك على الاخر. انا بحاول اعمل حشوات بسيطه، لان اولا خلاص فاضل كام يوم على رمضان، كل سنه وانتم بخير يا رب. فمش محتاجه ان الواحد يعمل اكل ايه مكلف. خلصت كل الصينيه بتاعتي الاول، دهنها زيت. وبعدين بدأت ان انا ارص الكرات بتاعتي، بس ما بين كل واحدة والتانية مسافة. دهنتها بفرشة كده من اللبن. وهنا انا بشكل الشكل التاني اللي هو ايه، شبه الفينو كده. فردته زي ما انتوا شفتوا كده بالطول، وبدأت برضو احشيه. وبصوا القفلة مهمة جدا جدا، ضغطي كده بايدك بحيث ان الحشوة تبقى في النص. وتقفلي كويس قوي قوي اخر قطعة دي، وتخلي ال- الفينو بتاعك او اللقمه بتاعتك محطوطه على القفله دي. بدهن بمجرد لبن فقط، دهنه لبن. وبرش رشه سمسم، عايزه تحطي حبه البركه مفيش مشكله، اي حبوب تحبيها، بذر كتان، اي حاجه براحتك خالص. الاصابع بقى الطويله دي اللي شبه الفينو، بدات اعمل لها كده ايه، تعليمه بسيطه كده بالسكينه. بصوا بقى، لازم تخمر مرة تانية، لازم قبل ما تدخليها الفرن تخمر مرة تانية. انا جايبها لكم بعد ما خمرت مرة تانية اهي، واديني دخلتها الفرن ما شاء الله. كل المسافة والفراغات اللي كانت ما بين الكرات والفينو تقريبا ما بقتش موجودة، حاجة بسيطة قوي. كبرت كده ووسعت وبقت تحفة. بصوا اللون، هشة وطرية وريحتها جميلة خطيرة، مع كوباية شاي بلبن بقى. وادعولي.
عجينة سهلة بسيطة بأقل مكونات، لا حطينا لبن بودر ولا زبادي ولا لبن حليب ولا لبن رايب. أبسط حاجة في الدنيا: دقيق، ملح، سكر، خميرة، شوية بيكنج باودر، وحبة مية، وتلات أربع معالق زيت. مفيش بقى ايه يعني اكتر من كده اقتصاد وتوفير مفيش. بصوا الجمال: هشة، مفرغة من جوه، طرية، ريحتها حلوة جدا جدا. يا رب تجربوها وتعجبكم، وبألف هنا لكل اللي يجرب ويدوق كده. ألف هنا عليكم. على فكرة تبقى حلوة جدا في أيام السحور برضو، لو عملتوها بقى جنب ايه، شوية بيض مسلوق أو أي حاجة، هتبقى حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين.